طار المحطوط قدامي، بالدم تلون بمكاني، وسمعت الصرخة حواليا بالجرحى والشهداء اخواني. الرملة في سينا حضنتنا، والجرحى شافوا نهايتنا، والصورة اتنقلت للعالم من قبل ما تعلم حكومتنا. اعلامنا كان شغال عادي، افلام ومسلسل على الفاضي، مستني الامر اللي ينعينا، وكأن متتنا متعادي. ولحد ما استلموا الامر من السيد وصاحب الامر، كان نعي مكتوب بشريط عالشاشة وبصمت امر. وحضرنا بعض الاخبار راح زارها كبار الزوار، بحراسة من شرطة وجيش، وجثثنا على الارض مزار. ارواحنا في السما بالطوف، غرفتنا ملفوفة بصوف، في مكانها من غير تصريح، للدفن بيحضنها الخوف. وانتشرت كل الاخبار، هنرد وهناخد الطار، ولحد اليوم انا مستني، مش عارف من ضرب النار. ضربونا وهتبقى قضية ايام وتكون منسية، وتعدي وشد وتنديد، دي سياسة معروفة عالمية. من قبل راح شهداء كتير، والكل اتلف ببشاكير، وحقوقهم ضاعت ودية من حاكم في السجن اسير. انا حقي في الاخرة هجيبه، وياه هيعود تغريدي، وهكبر للواحد العادل، والدنيا هتشهد يوم عيدي. وساعتها هقولها للحاكم، انا طاري خدهولي القادر، العالم من ضرب النار، والحق ميزانه كان عادل. يا مصري اوعي تبكيني، انا ليك وحضنك يكفيني، في الدنيا علمت ولادي، ارواحنا فداك يا نور عيني. دي رسالة وبحق رؤادي، من قبر عليكي بتنادي. دي رسالة وبحق رؤادي، من قبر عليكي بتنادي. اعدائكم اعداء اولاد صهيون، وجنودكم خير الاجناد، وجنودكم خير الاجناد. تسلم يا استاذ عبد الهادي، قلبت علينا المواجع، لان هي موجوده اصلا والله ما نسيناهمش. يعني ان شاء الله نازلين النهارده يعني نجيب حقهم وحق كل واحد مات من غير سبب ان شاء الله. استاذ عاطف دعبس، دور الاعلام الفتره اللي فاتت كان ليه دور في زياده الوعي لدى الناس؟ قام بمهمته ولا كان في ولا اثرنا؟ لا، الحقيقه احنا الحمد لله الاعلام المرئي والمقروء لم يقصر منذ ان حلف الدكتور مرسي العياط اليمين وحنس به في اليوم الثاني. كنا أول من بين وكشف خداعه وكذبه عندما وحنسه بالوعد عندما أصدر أول قرار بعد أن اجتاح على كرسيه الوثير بعودة مجلس الشعب المنحل. صارت سائرات الإعلام وطرحنا على الشعب القضية، وأبرزنا أن هذا الذي حدث هو ضربة وطعنة للقضاء، وطعنة للقسم الذي قسمه الرئيس أمام المحكمة الدستورية العليا، وفتح صدره في التحرير وقال أنا لكل المصريين. الإعلام كان صادقا وكان واعيا أيضا بألاعيب الإخوان عندما كشفنا أساليب التمكين، وعندما كنا بصراحة احنا يعني حتى لغاية النهاردة رسميا لم يعلن أن حماس بغطاء من الرئيس مرسي وجماعة الإخوان هم الذين قتلوا جنودنا في رفح بدم بارد. الإعلام كان أشجع عندما قال أن الغدر والخيانة جاءت من أنفاق سيناء، وأن اليد التي قتلت وتطاولت على جنود مصر هم حماس وهم أعوان الرئيس مرسي. الإعلام لم يقصر حتى في تغطية أحداث المليونيات الغاضبة والمظاهرات التي قام بها الشعب للتعبير إما عن مواقف سياسية أو مظاهرات فئوية. كنا ومنذ اللحظة الأولى حتى رفضنا بعض التجاوزات، ورفضنا أن ننساق وراء غضبة المواطنين، مثلا في أحداث قنا عندما صدر قرار المحافظين بتعيين محافظ قبطي وصارت صائرة الأهالي قنا وقاموا بقطع الطرق. الإعلام لم ينساق ولم يعني يساير مشاعر المواطنين، وقلنا لا، الدولة لها سيادة، حق الأخوة الأقباط في حصتهم، ولكن أيضا كنا
واعيين جدا لما قلنا الله طب اشمعنى هنا انت وانت عايز تخصصها ليه وكأنها مخصصة ليكون محافظها قبطي، ما يجي الغربية، ما يروح البحيرة، ما يجي اسكندرية. ليه تخصص محافظة بعينها وتوليها محافظة بعد الآخر؟ الصعيد معروف ان هو يعني جماعات إسلامية متشددة لا بصرف النظر، يعني احنا لما صدر قرار في أول مرة بتعيين محافظ قبطي للقنا ما حدش اعترض. لكن انت ما تخليش قنا هي الحصة بتاعت زي انت عارفة وزارة البيئة. احنا عندنا وزارات كده برضو وده غلط، يعني ده حتى في المفهوم العام خاطئ. يعني انت ما تخصصيش غرفة ليكي لضرب الاولاد، يعني ما ينفعش. ده انت هتخليها سلخانة، او ما تخصصهاش لمدح الاولاد برضو. يعني المفروض انت تمدحي في اي مكان وتعاقبي في اي مكان. انت عايز تخصص تعين محافظ او وبعدين برضو كان من الاخطاء اللي الاعلام برضو تناولها ان احنا ما نجيبش واحد قبطي لمجرد انه قبطي ونعينه في محافظه. لا، ما تجيب كفاءه ان شاء الله تجيب 5 ولا 10 اقباط ولا الحكومه كلها. تمام. يعني الكفاءه هنا كانت الاعلام واعي ليها. طيب حتى فيلم اليونيات 30 يونيو طبعا و25 يناير قبلها الاعلام كان هو حلقه الوصل بين المواطن البسيط والحكومة، وهي اللي ربطت الشعب ببعضه، وهي اللي نقلت حتى عبارات المليونيات اللي للأسف كان الإخوان بيدسها عبر المليونيات. يعني احنا كلمة فلول دي احنا رفضناها في الإعلام وقلنا يا جماعة مفيش حاجة اسمها فلول. إذا كان هيبقى فيه فلول فهم الإخوان هم الفلول. يسقط حكم العسكر احنا رفضناها وقلنا ما ينفعش إن شعب يطلع ويندد بجيشه ويطالب بإسقاطه. نسلي فرصة الأستاذ مصطفى أبو الحسن الناشط السياسي اللي معانا. أستاذ مصطفى، حضرتك صوتت للإخوان في الانتخابات الرئاسة، وما هي توقعاتك بالنسبة لجموع الشعب النهاردة تستجيب بدعوة السيسي؟ توقعاتك إيه بالنسبة للحشود النهاردة؟ شوف يا سيدتي الفضيلة، أنا لو صوتت للإخوان أقطع إيدي. ليه؟ أنا لم أصوت للإخوان. يعني معظم الشعب اكتشفهم خلال هذه السنة. أنا يعني كراجل كبير وأنا راجل يعني معاصر سياسي وليس سائر سياسي فقط. أنا أعلم جيدا من هم الإخوان المسلمين، ولكن حينما أتوا إلى سدة الحكم توسمنا فيهم الخير وقلنا إن إحنا هنقف على أساس إن الدنيا هتصلح حسن، وهيجي الإخوان لما جه محمد مرسي سدة الحكم والوعود الكاذبة والخمس وعود اللي قالهم والخمس ملفات اللي دخل بهم على الناس في ال100 يوم لم نرى جديد، بل زادت سوءا. الإخوان لما جم لشدة الحكم زادت البلد سوءا. هرب الوقود وهرب الخبز وهرب الحب بين الشعب المصري. قسم الشعب المصري ما كانش جاي رئيس حتى يكون رئيسا للمصريين، ولكن جاء محمد مرسي ليكون رئيسا للإخوان المسلمين لجماعته. أو أنا يعني مش عايز أتجاوز وأقول لعصابته، ولكن الجيش المصري الباسل زي ما حضرتك ذكرت في المقدمة هو ده جيش مصر. جيش مصر اللي حارب ب10، وأنا كنت من أبطال 6 أكتوبر. أنا كنت واحد من عمالقة اللي هو 15 مدرع، أحد أركان الجيش الثاني الميداني. وأنا أعلم جيدا الدعايات اللي بتطلع على الجيش المصري النهارده بأن الجيش فيه انقسام. خلصت هذه الألسنة من يتطاول على الجيش المصري ونقول ان الجيش المصري فيه انقسام، وقد اقسم السيسي امس ان الجيش المصري ولمصلحة ومن يتمنى ان يكون الجيش المصري ايام اتفاقية كامب ديفيد لن ينقسم الجيش اطلاقا، ولن ينقسم الجيش. وانا من هذه المحروسة دعوة من على منبر هذه المحروسة ان تأتوا الى مدينة المحلة الكبرى اليوم لتروا الثوريين المصريين في المحلة الكبرى، وتشوفوا جموع الشعب بكل فئاته، بأطفاله، بنسائه، برجاله، بستاته، اللي الشباب بيحافظ على الستات طول اليوم في ميدان الشوف في المحلة الكبرى. ودي دعوة مني لقناتكم الفاضلة، ده هتنزل مدينة المحلة وتنقل لشعب الغربية ولشعب الدلتا
قد ايه المواطن المصري السائر في مدينة المحلة ومركز المحل وقرى المحل بيجوا ماشيين يا استاذ. الشعب المحلاوي بيجي من القرى المجاورة على بعد عشرات الكيلومترات سيرا على الأقدام حبا وإصلاحا لمصر. فإحنا جايين نعلن إن إحنا متضامنين مع الفريق السيسي، وهنقف في جميع ميادين مصر، وهنفوض السيسي. هنقول أنا فوضت أنا المواطن المصري، الجيش المصري. مين اللي عايز إرهاب؟ مين اللي بيتطاول على الفريق السيسي النهارده ويقول انت لازم تذبح الناس؟ لا، السيسي نازل يحارب الارهاب. ثانية واحدة، بالنسبة نازل يذبح الناس، امبارح طائرات الهليكوبتر نزلت منشور ايوه فندم على معتصمي رابعة العدوية، عشان المشاهدين برضو يكونوا على علم باللي كان مكتوب في المنشور ده. المنشور ده كان مكتوب فيه إن قواتكم المسلحة تحرص على وطن آمن قوي ومواطن محب لوطنه، تقيم العدل والحق على نفسها قبل الآخرين، تحارب القتل والعنف والعدوان، ولا تقبل ذلك على أبناء الوطن قبل نفسها، تعمل في صمت وتقدم شهدائها طواعية، ولم تهتف يوما لشخص ولم تحمل على كتفيها فرد. كل ما تفعله القوات المسلحة هو من أجلك أنت، وليس فيه أي معاداة للدين أو الإنسانية أو أي تهديد للحياة أو الحرية. فشاركنا يدا بيد، لا نعاديك ولا تعادينا، نساندك لتساند وطنك، لا ترفع سلاحا في وجه أخيك ولا تهدم ولا تحرق، ولنكن معا جميعا ضد القتل والعنف والإرهاب. ده بيان القوات المسلحة اللي نزلته امبارح على معتصمي رابعة العدوية. هل هذا هو في نية للقتل؟ اطلاقا. لماذا أخذوا مكافحة الإرهاب على أنفسهم يا سيدي؟ من يرغب في أن يكون في مصر إرهاب؟ سؤال، من الذي يرغب في أن يكون في مصر إرهاب؟ السيسي هيكافح الإرهاب، أهلا وسهلا. اللي زعلان إنه بيكافح الإرهاب إذا يرغب في الإرهاب حقيقي. وده اللي الشعب المصري هيطلع يرفضه النهارده إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ عبد الهادي، تحب تشاركنا في الموضوع السياسي ولا تقول لنا شعر سياسي يناسب المرحلة والموضوع الحلقة؟ اللي تحبوه يعني كده. بس ما تخليناش عايز تشوف لنا كان بصراحة قصيدة جامدة جدا. من بعد ما كنا سياد الناس، تمام، من بعد ما كنا سياد الناس والكل جه ممدودة لينا، أصبحنا يا خلقي أتحس ناس والكل بيتحكم فينا. ده بعد ما تحكمنا من الإخوان، وده كله ناتج عن فرقة وحكم وسلطة بقت فرقة بالضلمة خرجت من الساحة. الكرسي أهم ومش فارقة. أنا مصري مسلم ومسيحي، أنا مصري مسلم إخواني، مسلم ومسيحي إخواني، النيل عنواني وأوطاني وسياسي كاره للكرسي لو فوق مبارك أو مرسي. أنا عايز حاكم خطابي صديق عثماني الأعتابي يصنع وحدتنا من تاني، ما يكونش دلدول لزعامة ولا فل يا عمي وإخواني، ما يكونش الحزب وعشيرة ولا مرشد ولا يخشى سفيرة، يقدر يتحكم ويحكم وتكون بإيديه التأشيرة، وقراره يكون من جواه، ما يكونش يتابع لهواه، ما يخافش إلا من الخالق والخالق عمره ما هينساه. إخواني علماني على عيني، بشرط يحفظ قوانيني، يحفظ دستوري وقوانيني، مسلم وموحد بالله، لو ظالم والله ما أهواه، وهقول ولا عمري ما هخشاه، لو حاكم أو حتى في سلطة بحروفي هسقيه من الكرسي يا عم ماهوش دايم، ده نهاية للحاكم الظالم، أشرف لك سيبه من الآن، بكفاية شهداء وأكفان، بكنانة والرب حميها، بجوامع وكنايس فيها، بتكبر وترتل دايما للخالق صاحب القرآن، وعشانها بقولها الآن، ارحل بجميع الألوان، ارحل بجميع الألوان.
دي كانت قصيدة ارحل يوم 30. ممكن نزود والمتغطي بأمريكا عريان، صح؟ نطلع فاصل أعزائي المشاهدين ونرجع لكم تاني، خليكم معنا. الشعب قادر انقلاب، الشعب أقوى من عناد، الشعب قادر انقلاب، الشعب أقوى من عناد، الشعب لو صار له كان ما يكفي غير رب العباد، ما يكفي غير رب العباد. الشعب لما تقوم الهوبة يبقى ثورة، يبقى جيش، يبقى رئيس وحكومة، فده وطني الأمر واحد والعمر بعيشه برا، والآخر يوم عمري تعيشي يا مصر حرة. يا رب يا حبك وحعلم ابني برضه لو مات عشان تعيشي فداكي بنت أرضه. منصورة يا بلدي دايما لولادك طيبين، مهما تكون المحن حضنك آمنين. منصورة يا بلدي دايما لولادك طيبين، مهما تكون المحن حضنك آمنين. الشعب قادر انقلاب، الشعب أقوى من عناد، الشعب قادر انقلاب، الشعب أقوى من عناد، الشعب لو صار له كان ما يكفي غير رب العباد. رجعناكم تاني أعزائي المشاهدين، وبرنامجنا النهاردة حلقة خاصة عن مصر كلها النهاردة ضد الإرهاب. برحب بضيوف الكرام تاني وبوجه سؤالي للأستاذ عاطف دعبس. هل ترى أن دعوة الفريق السيسي ما يبررها؟ يعني البعض بيقول هو وزير الدفاع أو الجيش مستني إذن من الشعب عشان يكافح الإرهاب؟ الحقيقة احنا في بداية خطاب السيسي لما استعرض ما يتعرض له الجيش في سيناء وحجم التضحيات التي قدمها الجيش المصري ومطالبته للشعب المصري انه ينزل ويقول للعالم انه هو ضد العنف وضد الارهاب. الحقيقة يعني انا اول كنت المنتقدين، وكنت هنا وقلت ان الفريق السيسي فوضناه بالفعل. احنا خرجنا يوم 30 يونيو وفوضنا السيسي ان هو يتولى زمام الامور في الوطن ويكافح الارهاب والعنف ويتصدى لكل محاولات النيل من استقرار مصر. لكن الحقيقة دعوة السيسي لها ما يبررها خارجيا، هي بتبين هنا حجم الضغوط الدولية اللي بيتعرض لها الفريق السيسي واللي بتتعرض لها مصر بالتالي. الحقيقة كل رسالة الإخوان ورسالة رابعة موجهة للخارج. حتى قيادات الإخوان وقيادات الجماعة اللي بيقولوا الجماعة العالمية، جماعة الإخوان العالمية، بتخاطب العالم كله وبتشكك في ان دي إرادة شعب، وان ما خرج يوم 30 ليس هو كل الشعب المصري. وخلي بالك في كل الأحوال الناس مختلفين على وجود ربنا أصلا. يعني عمرك انت ما هتلاقي حد متفق مع اتجاه أو مع فكر أو مع قرار أو مع رأي بنسبة 100%. لكن العين الفاحصة والعين الحيادية والعين اللي هي مش منحازة
هتكتشف ان اللي خرج يوم 30 يونيو هو بحجم اللي موجود في رابعه مثلا. يعني اللي موجودين في رابعه دول ما يجوش مثلا اللي طلع في ميدان الشوف في المحل، او اللي طلعوا في ساحه الشهداء في طنطا، او اللي طلعوا في المنصوره. انا يوميها كنت عامل مداخله في قناه النيل لايف، وقلت ان الغربيه يوم 30 يونيو في مدن الغربيه وقراها اكتر من 3 مليون مواطن. حتى يوميها اندهشت المذيعه قالت 3 مليون، قلت لها ايوه احنا 4 مليون ونص. حجم اللي موجود في الشارع هو التلتين بالظبط، وبالتالي حجم التواجد وحجم التفويض وهنا رد الفعل كمان. انت خلي بالك احنا طول عمرنا بنتكلم في الاعلام والشعب بيهاتي والحاكم ودن من طين ودن من عجين. احنا ياما نفخنا في القرب المقطوعه، ياما نفخنا في الهواء، ويطلع يعملونا كده بصبر وانا هغضب وهعمل وعملت. ورود كان الشعب والجيش تلاحظي ان الجيش منذ اللحظه الاولى انحاز للشعب. حتى عندما حاول مرسي الرئيس المعزول ان هو يعمل وقيعه بين الجيش والشعب عندما اعلن حاله الطوارئ في بورسعيد. وطبعا انت عارفه الجيش ده جيش نظام، يعني هيئه نظاميه انضباطيه، يعني ما فيهاش لوع وما فيهاش قرار، ما فيهوش هزار. الجيش ده صناعه الرجال اللي بيصنع فيها الرجال. لما قال حظر التجوال الجيش لعب كوره، الجنود لعب كوره مع الشعب. شعب البرتقال كمان بيلعب كوره. ما هو ده قمه الذكاء. يعني شوف انت موجوده يا عبير ومصره انك ما تروحيش الساعه 1:30 وانت مش عايزه تروحي، وانا مش عايز اسيبك، عايز احميك. خلاص انا معاكي، انت هتسهري انا هسهرك. الجيش حمى الشعب وحظر عليه التجوال بطريقته. يعني انتوا عايزين تلعبوا، خلاص انا بلعب معاكم. وفوت على الجماعه الخائنه فرصه انها تقع بالشعب وتجعل من الجيش وترهبه. وخلي بالك انت الجيش ده مش مؤهل ان هو يواجهك ولا يواجهني. الجيش ده مؤهل ان هو يحارب، يعني مش ان هو يخش يجيب واحد من قناه الدلتا هربان، لا ده هو لما يخش هيوقع قناه الدلتا كلها على الهربان ده. الشرطه هي اللي ممكن تخش تجيبه من قفاه، لكن الجيش لا، الجيش مش مهمته يخش يجيب واحد من قفاه، الجيش يخش يوقع على طول. فعشان كده حجم الخسائر المتوقعه للارهاب، الجيش في سيناء الجيش عايز تفويض عشان يكنس هذه البؤر. وخلي بالك برضو احنا فتحنا رفح، فتحنا العبور، فتحنا الحدود مع رفح لمدة 4 أيام، وقلنا انذار 24 ساعة للخروج كل القيادات والإرهابيين من سيناء. وفعلا أكتر من 80% أنا عايز أقول لك هربوا ده امتى الكلام ده؟ احنا فتحنا المعبر 4 أيام ورا بعض. قريب الكلام؟ يعني قبل فرصة 7 أيام، خلي بالك قبل فرصة 7 أيام لمرسي، وبعدين بعدها ب 48 ساعة. احنا فتحنا بعد ال 48 ساعة دي الغطاء السياسي. ان الرئيس الفريق السيسي ومحمد ابراهيم في فترة ال 48 ساعة لما انسحب الغطاء السياسي من مرسي، هو بعد خطابه الاخير ده خلاص ما بقاش له وجود. وكانت ال 48 ساعة دي ترتيبات لنا احنا مش له هو. ووزارة الداخلية جابت اسلحة وجابت من مخازن اللي ما جابتوش من خلال 2 سنين. ليه؟ لان الغطاء السياسي او حماية الرئيس لهذه البؤر ارتفعت. يعني هنا وزير الداخلية اشتغل، وزير الدفاع اشتغل. عايز اقول ان الجيش، نرجع تاني، الجيش لما قال، او فريق السيسي لما قال اطلعوا يا شعب مصر واثبتوا للعالم ان اللي حصل ده دي ثورة والجيش بينفذ لكم ارادتكم، اطلعوا عشان دعاوى الغرب اللي بره بتقول ده انقلاب. الرسالة الموجهة من قادات الاخوان تعالوا احمونا، تعالوا اضربونا يا شيخة. ده لما اتقال في رابعة العدوية ان في بارجتين جايين يخشوا ساحل البحر الابيض المتوسط في اتجاه، اللي في رابعة هللوا، اللي في رابعة فرحانين ان في سفينتين حربيتين جايين يغزوا مصر. دول ناس فجرت ايام هزيمة النكسة. يعني متوقع منهم ودول ناس لا، لو علم مصر في يمه وعالم الاخوان في يمه، وما ينحنون لعالم الاخوان ولا ينعنون لعالم مصر.
في واحد منهم قيادي في اسكندريه اللي هو صبحي صالح اه قال اللهم امتني على الاخوان، وكأن هذا الاخوان هو دين جديد. عايز اقول ان الشعب المصري خارج بكره او خارج النهارده وهيخرج بكره ان شاء الله. وخلي بالك الشعب المصري النهارده في حاله في احتفاليه والنهارده اتحبس الرئيس مرسي، اتحبس 15 يوم بتهمه التخابر والاتصال بحماس في قضيه خيانه، اتحبس 15 يوم. اتحبس 15 يوم. ده غير الخبر الاولاني بتاع الاهرام اللي تم تكذيبه. لا ده وخلاص ده اعلى مسؤوليته ولا طبعا. طب ده احنا معانا خبر يا ريت حتى ينزل على الفون. اتحبس 15 يوم في قضيه التخابر مع حماس، وده خبر نهائي والمستشار اعلنه، والمستشار حتى تقريبا حسن ياسين او حسن سميد حاجه كده قال ان القضيه دي محظور فيها النشر الا ما سوف يصدر عني انا شخصيا، وهو طلع وقال ثانيه واحده اعزائي المشاهدين على مسؤوليه استاذ عاطف دعبس تم حبس الرئيس محمد مرسي المخلوع المعزول بامر الشعب النهارده 15 ودي رساله بقى، دي رساله انا بقولها لانصار الرئيس المعزول العياط، بقول لهم يا جماعه الموضوع خلص خلاص، عقارب الساعه لن تعود الى الوراء. اللي كان طمعان يا شيخ ده الافراج على اعتقد انهم يعلمون ذلك لكن هم ينتقمون من لا هم يعلمون ذلك، ولكن هم يحمون بديع والبلتاجي وصفوت حجازي اللي بيهدد الناس ان هو يرشهم بالدم، لان الناس دي اما رابعه او السجن. فبالتالي هم بيحاولوا يعملوا خروج امن. يعني هم متصورين ايه؟ متصورين ان احنا كشعب مصري او الفريق السيسي او الرئيس المؤقت او رئيس الحكومه حازم البابلي هيزهق ويقول لهم خلاص يا جماعه خلاص يا صفوت انت مضايقني فانا خلاص هعفو عنك وروح الناس. لا يا حبيبي، اقعد 10 سنين بدون ان تقذف طوبه وبدون ان تقذف زجاجه مولوتوف. واحنا النهارده هنقول للسيسي العنف لا بد ان يواجه بكل العنف، والارهاب يجب ان يقتل في مهده، ولا يمكن يا شيخه ده عمر ما في جندي مصري اتعرض للضرب من الخلف قد ما بيحصل النهارده. احنا عمرنا شفنا جندي مصري، احنا كنا نسمع مثلا ايه ان في قناص، عمر الجندي المصري ما انضرب الا من 2، من اسرائيل ومن حماس. للاسف يعني لما كانوا بيضربونا واحنا واقفين نحميهم كان الصهيونيه بتضربنا وكان الحماس بيضربونا، وما ضربوناش من الداخل الا في عهد الرئيس العياط وفي عهد جماعه الاخوان المسلمين. اوكي، احنا هنطلع فاصل وهنستقبل بعد الفاصل الشيخ صبري عباده وكيل وزاره الاوقاف. ده من ضحايا الاخوان الشيخ صبري عباده. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، وانضم لينا بعد الفاصل الشيخ صبري عباده وكيل وزاره الاوقاف. برحب بحضرتك يا فندم، منورتنا النهارده في الاستوديو. احب اعرف من حضرتك ايه رايك في استخدام لغه الدين ومحاوله الاخوان الاعاز بالبساطه بان اعتصام بميدان رابعه، وايضا ما رايناه على الشاشات ده ما يعرف بمشروع شهيد، ثم حمل الاطفال على لاكفانهم على ايديهم زي ما حضرتك شفنا يعني، وده من تعاليم ديننا الحنيف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. استخدام الدين في المرحلة السياسية وبالذات في عصر الإخوان المسلمين منذ نشأتهم استخدام سيء وطريقة